الآن دخلنا العشر الأواخر من رمضان. قصرت في البداية، الآن فرصتك الأخيرة، فعلا الأخيرة. رب مجاهدة النفس لساعة في هذه الليالي الفاضلة يكون ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض. وهذه 8 نصائح على عجالة تمسك فيها. أولا، لا تنشغل بتحري ليلة القدر، واشتغل بالعمل في جميع ليالي العشر، فمن أحسن في الليالي كلها سيدرك ليلة القدر بإذن الله وهو في إحسان. ثانيا، حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة بالنسبة للرجال، وتذكر أن من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثالثا، كل ليلة قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لا تأخذ منك سوى دقائق معدودة. رابعا، الاجتهاد في الدعاء في جميع الأوقات، خاصة حال السجود وفي الثلث الأخير من الليل وما بين الأذان والإقامة. خامسا، ابحث عن كل عمل فيه مضاعفة للثواب وافعله، وكل عمل تجد فيه رقة لقلبك وحضوره وصلاحه إلزمه. سادسا، أكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سابعا، أكثر من قراءة القرآن الكريم، واختم أكثر من ختمة واحدة، فإنك إن قرأت بعد كل فريضة جزئين بمعدل 40 دقيقة تختم القرآن كل 3 أيام. ثامنا وأخيرا، لا يمضي عليك يوم إلا وقد تصدقت من مالك ولو كان شيئا يسيرا ولو بريال واحد. وصحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة الصحبات، كنتم بظني صفوة الصحبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة. رمضان بيجري بينا فعلا بسرعة، الواحد مش مصدق النهاردة تقريبا اهو 19 رمضان، فاضل أيام قليلة جدا. يمكن إن شاء الله بإذن الله بكرة الخميس ليلة أول يعني العشر الأوائل، أول ليلة اللي هي ليلة الجمعة، هيبقى إن شاء الله بإذن الله أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، اللي فيهم البركة والخير كلهم إن شاء الله. فيهم ليلة القدر اللي عبادتها تعدل 83 سنة. لو حاسة إنك قصرت في أول رمضان أو مش راضية عن مجهودك في العبادة، ما تقلقيش، لسه عندنا فعلا فرصة ذهبية. العشر الأواخر هم الفرصة لتعويض اللي فات، زيادة طاعات، كسب حسنات مضاعفة. في الحلقة دي إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن إزاي نعيش العشر الأواخر من رمضان ونعوض أي تقصير فاتنا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما نكون داخلين على موسم عبادات مهم جدا، لازم تستشعري قيمة الموسم ده، وهو ايه الفايدة بتاعته، او ليه منزلة ايام العشر الاواخر من رمضان وليه فضلها كبير قوي. لازم نستشعر قيمة العشر الاواخر، نفتكر ان العشر الاواخر دول هم فعلا كنز رمضان. لو كسبناهم كأنك كسبت لو كسبت ليلة منها بعمر كامل، لان فيها ليلة هي يعني ليلة القدر، العبادة فيها تعدل تقريبا 83 سنة، يعني عمر إنسان كامل. يبقى بقى هدفك الأقوى كمان العتق من النار في العشر الأواخر إن شاء الله بإذن الله. فلازم تضاعفي العبادة، لازم تضاعفي مجهودك فعلا. من عوسة مش من عوسة، انت بقى بتظبطي أولوياتك وبتسيستمي يومك كله إن أنا إن شاء الله بعد العشاء أكون مصحصحة وأكون فايقة، ما أكونش من عوسة، ما أكونش مخملة. زي ما أنا بقول لكم دايما، ستوب بقى محمر ومشمر واقفة في المطبخ والحاجات اللي بتاخد مجهودك دي. كده كده هنفطر وكده كده هناكل وكده كده الحياة هتعدي، فخلي مجهودك كله في الفترة دي للعبادة. فلازم يبقى لينا حبايب قلبي خطة واضحة في العشر الأواخر من رمضان. هنقسم يومنا بين الصلاة، بين الذكر، بين قراءة القرآن، بين الدعاء. حددي أولوياتك زي ما أنا بقولك، قللي أي حاجة ممكن تلهيكي في الفترة دي، سواء كان حاجة هتيجي عبء زيادة على نفسيتك أو عبء زيادة على صحتك أو على وقتك، إن هو حاجة ممكن تستغني عنها في الفترة دي، علشان هم 10 أيام إن شاء الله بإذن الله نفوز فيهم. استغلي وقت الليل كله في العبادة والدعاء، ووقت النهار قسميه ما بين الراحة وما بين استغلالها برضو في الطاعات، علشان احنا أهم حاجة في العشر الأواخر وقت من بعد العشاء. قللي المشتتات قدر الإمكان على قد ما تقدري. خففي استخدام سوشيال ميديا، خففي استخدام سوشيال ميديا، خففي استخدام سوشيال ميديا، لأن الموضوع ده بيخلي ذهنك مشتت وبيخليكي من جواكي مش مظبطة نفسيا ومش مركزة، فمش وقته خالص. لو عندك أي شغل أو مسؤوليات حتى اعمليها واحنا واقفين في المطبخ. فإحنا الكلام ده لو كنا بنكون يعني بنعدي شوية، مش عارفة بنتحجج ان احنا هبطانين ومش مركزين، لا، حتى على الاقل استغلي الوقت ده في الذكر. يعني حتى خلي لسانك يعني عمران بذكر الله، علشان لما يجي عليك الليل كده تبقى انت مشحونة كده من جواكي ايمانيا، وتقدري فعلا تبقي مقبلة على العبادات والطاعات بسهولة. ودايما ما تنسيش اللهم مقلب القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك.
ضروري جدا جدا يا بنات ان احنا نسأل ربنا العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. ضروري جدا ندعي اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ضروري بقى الأدعية المطلوبة في كل يوم من العشر الأواخر. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها ايه الدعاء اللي أقوله في ليلة القدر، قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالدعاء ده ما تسيبهوش بقى، يعني اوعي يعني الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء ده يوميا. في برضه يا بنات جامع اللي يعني في شوامل الدعاء أو الدعاء اللي هو اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هكتب لكم صورة الدعاء إن شاء الله يا رب في المونتاج هنا، عشان الدعاء ده يا بنات عارفة لما تبقي متشتتة وعايزة تدعي ومش عارفة تدعي بإيه وذهنك مش حاضر في الأدعية، وبتبقى احيانا ممكن تبقي منعوسه فعلا او مرهقه ومش ذهنك مش حاضر بالادعيه. فالدعاء ده مهم جدا. هنزل لكم فيديو ان شاء الله بعد ده واحنا بنقول ادعيه كلها مأثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت في السنه، وهقراها معاكم، هتبقى صورتها على الشاشه، وهيبقى برده فيديو كده جامع شامل لادعيه كتير تقدري ان شاء الله يعني ايه ترجعي ليه وقت لما تبقي مثلا محتاجه تدعي يبقى معاكي الادعيه دي. اهم حاجه نركز على دعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. بص يا بنات العفو هيبقى عفو ابدان وعفو في القلوب وعفو في كل شيء. فالدعاء ده برضو من الادعيه الشامله. جددي نيتك حبيبه قلبي انك بتعملي كده قربة لله عز وجل عشان ربنا يرضى عنك، علشان تبقي من العتقاء من النار، علشان تقربي لله عز وجل اكتر واكتر، فيبقى كل نيتك برضو رضا الله عز وجل. والله يا بنات لو كل نيتنا في طاعه او عباده او ان احنا نقرب لله عز وجل ان ربنا يرضى عنا ويعفو عنا، كل حاجه في الدنيا هتجيلك بعد كده. يعني كل مسائل الدنيا إذا عفى الله عنك ورضي عنك أتتك الدنيا راغمة، خلاص ما هو ربنا راضي عنك، واخده بالك. فخلي كل مساعيك وكل نيتك من جوه ان انا نفسي ربنا يرضى عني، انا نفسي ربنا ان شاء الله يغيرني بقى في العشر الاواخر دول وارجع انسانه جديده ايمانيا واتغير لما بعد رمضان. انا مش محتاجه ان انا عشان بس محتاجه حاجه دنيويه فبقرب من ربنا عشانها، لا ده انا بقرب فعلا والله لله عز وجل علشان رضا الله، علشان ارجو العفو وارجو المغفره. فاهمه النيه دي لازم تصححيها. لازم في العشر الأواخر ده يبقى كل اتجاهك بقلبك إن ربنا يبارك في وقتك ويعينك على الطاعة. كلنا كستات بيوت مسحولين ما بين كذا وكذا وكذا وكذا. والله يا بنات إذا حلت البركة في الوقت هتحل في الصحة وهتحل في الطاعة. فكلها إنك تسألي ربنا البركة في وقتك وفي صحتك علشان تقدري فعلا. طب ما تيجوا بقى نتكلم دلوقتي عن الأعمال اللي المفروض إن احنا نركز عليها في العشر الأواخر. قيام الليل. بصي بقى يعني قيام الليل احنا مثلا بنصلي التراويح من اول رمضان. على فكره يا بنات التراويح هي التهجد، التراويح هي قيام الليل. فهتصليها في المسجد لغايه ما الامام ينصرف ماشي، هتصليها في البيت مع نفسك ماشي. المهم ان انتي ان شاء الله باذن الله تكوني حريصه جدا على قيام الليل خاصه في العشر الاواخر. القرآن والتركيز على ختمة القرآن، لو تجعلي ليكي ختمة في العشر الأواخر مخصوصة تكوني خلصتي أصلا دلوقتي مثلا عاملة لك سيستم وخطة إنك ختمتي دلوقتي وهتبدأي مثلا في ختمة جديدة. لو انتي مثلا وقتك ضيق وكنت بتحاولي تختمي مرة واحدة مثلا بس في الشهر، فلا اللي هي ختمة بتدبر يا بنات، ختمة بتدبر. ابدأي واعملي ختمة كده خاصة كده بالعشر الأواخر إن شاء الله بإذن الله بنية قربة لله عز وجل، بنية ربنا يبلغك ليلة القدر، بنية ربنا يلهمك الدعاء في ليلة القدر بما فيه صالح دينك ودنياك إن شاء الله بإذن الله. هنكسر من الذكر والاستغفار، هنكسر من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الإكثار من تاج الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الإكثار من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان يا بنات خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن بيملأ بهما الميزان يا بنات، اللي هم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الإكثار من كلمة لا إله إلا الله، الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، الإكثار والإكثار والإكثار من الاستغفار يا بنات. الاستغفار اللي هو كل كلمة استغفار بتطلع من قلبك اعتراف بالندم واعتراف انك كأنك بتتحايلي على ربنا وبتترجيه ان هو فعلا يغفر لك، عارفة اللي هو بتتذللي بالمغفرة. استغفر الله كلمة واحدة
جه في ذهنك وفي قلبك في اللحظة دي كل ذنوبك وانت بتعترفي اغفرها لي يا رب، سامحني، اغفر لي، سامحني. المعنى ده انت مش بتقوليه بلسانك غير استغفر الله، ولكن مستجمع في قلبك وعقلك انك بتتذللي ان الله يسامحك ويغفر لك فعلا. وهو ده معنى الاستغفار الحقيقي يا بنات، اللي هو بيكون ليه ثمرة كبيرة، اللي هو من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هو ده الاستغفار فعلا اللي بيأتي بنتائج مثمرة في دينك ودنياكي. وما ننساش طبعا التركيز زي ما انا قلت لكم في الاول، كل ليله الدعاء الاساسي لليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. بصي من اول بعد العشاء افضلي قوليها طول ما انت قاعده، لعلها تصادف ليله من ليالي القدر، اللي هي بتكون يا بنات اللي هي على اغلب الاقوال بتكون في ليله من الليالي الوتريه، يعني اما ليله 21 ليله 23 ليله 25 ليله 27 ليله 29، 5 ليالي وتريه عندنا. هنجتهد في العشر الاواخر كلهم، واجتهادنا يتضاعف في ال5 ليالي دول إن شاء الله بإذن الله، لعل الله يرزقنا ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله قيامها والدعاء فيها، يكتب الله عز وجل عتقاء من النار، لعل الله يجعلنا منهم إن شاء الله بإذن الله. فيا بنات العشر الأواخر زي ما بقول لكم يعني ما تقوليش خلاص رمضان فات وما لحقتش وقصرت، ده انت ما شاء الله يعني من النعم اللي ربنا أنعم عليك بها إن ربنا يبلغك إن شاء الله العشر الأواخر. عندك فرصة ذهبية، يمكن ليلة واحدة من العشر الأواخر تغير حياتك كلها. شمري واجتهدي في العبادة، ربنا هيوفقك وهيعينك إن شاء الله بإذن الله. حبايبي نلاقي البركة كله والخير كله في العشر الأواخر من رمضان، ربنا يحقق لك كل اللي قصرت فيه في دينك، وكل خطوة حاولت تقربي لربنا فيها وما قدرتيش وحسيتي بصدود عن العبادة أو ثقل في الطاعة أو ثقل في الذكر، اسألي ربنا يصلح لك دينك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي وكل ذلك عندي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا بنات دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الأدعية المهمة الشاملة الجامعة فعلا. ادعيه وكرريه. حسنة الدنيا كتيرة وكبيرة وواسعة، مفتوحة قوي، الجملة دي مفتوحة، وفي الآخرة حسنة مفتوحة قوي. أكثري من الصلاة على النبي، بالله عليك يا أختي اللي بتسمعيني، أكثري من الصلاة على النبي. حل مشاكلك الدنيوية والأخروية في الصلاة على النبي، لأن هم الدنيا الهموم وهم الآخرة الذنوب، وبالصلاة على النبي تكفى همومك وتغفر ذنوبك. فأكثري من الصلاة على النبي، هدية محبة لحبيبتها. أكثري من الصلاة على النبي، هتفتح لك كل الأبواب المغلقة، ويغفر ذنبك ويكفى همك إن شاء الله بإذن الله. وإذا غفر ذنبك أتتك الدنيا، وإذا كفي همك عشت مرتاحة وسعيدة. أسأل الله أن يبلغني وإياكم ليلة القدر ويعيننا على قيامها وعلى الدعاء فيها. لغاية هنا انتهت حلقة النهاردة، ما تنسيش لايك وشير جدا للحلقة، والسلام عليكم.